السلام عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نستغل قشر اليوستفندي وما يترميش ابدا، لان دي حاجه حلوه قوي. ما ينفعش ابدا نرمي قشر اليوستفندي ولا قشر البرتقال ولا قشر الليمون كمان. النهارده معانا قشر اليوستفندي هنستفاد بيه في اللحوم، في اي لحوم بتعمليها. لو حطيتي منه معلقه خطير بينقل الاكله في حته تانية خالص. تمام كده؟ اللي هو مثلا واحنا بنغسل الحاجات لو حطيتي منه معلقه هتلاقي الزفاره راحت تماما. مثلا بتعملي ماسك ممكن تحطي منه، مفيد جدا جدا جدا. تمام، ده قشر الاستفندي. طيب مثلا بتعملي كيكه ممكن تحطي منه، حلو جدا وبديل للفانيليا كمان. تمام كده؟ مثلا بتعملي بسكويت، اي معجنات لو حطيتي منه بالمقدار المعقول هيطلع معاكي المعجنات بتاعتك تحفه ومميزه. تمام كده؟ طب احنا هنعمل ايه بقى بقشر الاستفندي دلوقتي؟ لو احنا عندنا في الخلاط، لو هتعملي في الخلاط وما عندكيش كيتشن، تاخدي فصين 3 من اليوستفندي عشان يمشي الخلاط بتاعك ويخليه لاين ويجريه ويخلطه معانا. طب لو عندك الكيتشن هيبقى سهل ان انت عليك ان انت تطحنيه بس طري، يعني اللي هو وهو طري كده مش ناشف. تمام. في طريقة تانية ان احنا ممكن ننشفه ونجففه، هنبقى نعملها مع بعض. ودلوقتي يلا بينا نطحنه. وادي هو بعد ما فرمته في الكيتشن، شايفين هو ده اللي انا عايزاه. طب هنخزنه ازاي؟ ده ما بيتخزنش في التلاجة، هيتخزن في الفريزر. نحطه في اكياس صغيرة على قد الاكلة، يعني حاجة كده اللي هو على قد الحاجة اللي انت هتستخدميها. معلقة مثلا في اكياس صغيرة، يا اما في كيس كبير ونقسمها. يلا بينا نشوف مع بعض. وادي اهو بعد ما عبيناه في اكياس، شايفين انا عبيته على كيسين بالشكل ده. وبعد ما عبيته اللي هو طبطبت على الكيس وفردته بالشكل ده، تفرديه. وبعد ما تفرديه بظهر السكينه وتقسميه بالشكل ده مكعبات، اللي هو تمشي كده تقطعيه كده من على من على وش الكيس. تمام، بحيث ان هو يبقى مفصول. تمام، بظهر السكينه عشان ما نقطعش الكيس. وبعدين في صينيه ونحط الكيسين وندخلهم الفريزر. تمام كده؟ هيجمدوا على الشكل ده. في اي وقت تحتاجي هتفتحي الكيس تاخدي مكعب، سهل جدا ان انت تقطميه او تطلعيه، اللي هو هتلاقيه مفكوك. تمام كده؟ طبعا ان انت ممكن تستفادي منه باي حاجه، حلو جدا. ما تقوليش مثلا ان هو هيمرر او لا لا لا، خالص 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 مش هيمرر ابدا، بجد فظيع وحلو جدا وخطير. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.